حطيت الصينيه ده عشان ايه؟ ما رضيتش احط حله عشان اعرف اقلب فيها براحتي، واحط كده اول حته بعد ما الميه غلت. طبعا ما ضفتش على الميه اي حاجه، لا اسبرين ولا اي حاجه. اهو اسيبها كده شويه واحط الحته التانية، هي حتتين مش كتير بس والله يتعبوا. انا ماليش في الحاجات دي، بس قلت برضو يعني الست الشاطره تجرب اي حاجه وتعمل اي حاجه، عشان ممكن واحد حد يتحط في ظروف يعني ما بقاش حد بينظف له. اهوت اسيبها بقى ايه تغلي معاها شويه كده. انا بتكلم للناس اللي بتقرب زي من الكرشه ده، احنا بنبتدي مع بعض اهو، بنعمل اهو مع بعض. وطلعت حته من الميه اهيت، بس هي سخنه شويه، مش قرفانه يا جماعه، بس البتاعه سخنه، فهنجرب اهو. هي بتطلع تسيب عذاب يا جماعه، لا بقى مش هينفع الحاجات دي معانا. انا سبتها حوالي نص دقيقه كده في النار، سخنه جدا. معلش بقى نمسكها بحاجه. المشكله انها كمان يعني ايه غايبه في الفريزر جدا، عايزه اقول لكم انها جامده جدا. بعدين بقى يعني جامده جدا، نحطها في الميه تاني. بصوا بقى يا حبايبي، انا ما لقيتش لانها غايبه كتير جدا في الفريزر، ما لقيتش لها حل، واسفه على المنظر لان هي كانت سخنه جدا، ما لقيتش فيها حل غير ان انا اسلخها كده. شايفين انا سلخت حته، اوريكم الحته اللي سلختها. انا سلخت دي وهسلخ دي. شايفين مش بطلع لحمه على فكره، انا عايزه اوريكم ما بطلعش لحم اهو، بخلي اهو. اهو يا حبايبي قشره كاني بسلخ ارنب، لان انا مش لاقي حل لانها جامده جدا وجربت معاها حاجات كتير. ماشي، يعني انا بعمل بدايه واسلخ عليها. بعمل بدايه من هنا كده واقوم سلخه عليها. قطعتها حته عشان اعرف اتحكم فيها. شايفين حبايبي اهو، اهي مش عارفه انتوا كنتوا شايفين اهي. هنزل لكم التليفون شويه عشان تشوفوا اهوت، زي الارنب لان انا مش لاقيه لها حل تاني. اهو بجيب زي بصوا الحته دي، يعني القشره يا جماعه اللي احنا اصلا بنكحتها اهي، دي القشره اللي بتطلع معانا. صراحه والدتي اللي علمتني الحركه دي، قالت لي ما تبقى الكرشه غايبه في الفريزر اهو تسلخيها زي الارنب. انا عارفه دي ممكن تتكحت وانها برضو يعني اعتبر بطلع من الكرشه حته، بس يا جماعه والله العظيم غصب عني، يعني انتوا فاهمين بقالها من العيد، انتوا متخيلين؟ فلما بدل ما ارميها اشوف لها حل، لان انا جربت معاها حلول كتير مش نافعه تتنضف. اهو شايفين اهو بدايه واسلخ زي الارنب. على فكره الحته اللي انتوا بتنضفوها اهي، الحته اللي انتوا بتنضفوها، اجي من ورا كده الدهون دي كلها ما بناكلهاش اهو، رشيتها كده الدهون بس اللي هي الدهنه بس. تاني مره انا اسفه على المنظر، الدهنه بس برميها برضو. تمام، يبقى اهي نطفت ولا ما نطفتش اهو. لا انا كده شاطره بقى، او ان انا انضف كرش اهوت والحمد لله. نقطع حته تانية. انا بس عايزه يعني اقول لكم ان بتقولك ده لا ده قديمه ارميها مش هتنضف، لا نطفت. والدتي الله يشفيها، ادعوا لها يا جماعه ربنا يشفي امي، عامله عند قلب مفتوح. هي قالت لي الحته دي، قالت لي الكرشه الغايبه لو ما نضفتش معاكي اسلخيها كانك بتسلخي ارنب بالظبط. وكده كده يعني محدش هياكل القشره دي يا جماعه، دي قشره تاني محدش هياكلها يعني. هنضيف معاكم برضو واحده تانية واوريكم النتيجه الاخر. نيجي هنا اهو، شايفين يا جماعه والله بتطلع معايا بسهوله جدا اهو اهو اهو
انا عايزه اقول لكم ان انا كنت حطاها في الميه وعماله افكر جبت فيلم هندي عشان اتلبخ، انا مش عارفه انضفها ازاي. بصوا اهو، اهو شايفين اهو، اهو احي احي، معلش يا جماعه انا اسفه، غصب عني. الحته اللي في ايدي كبيره شويه، كنت صغرتها اهي يا جماعه قشره. بس ما اطولش عليكم الفيديو، انا هوريكم الطريقه واوريكم النتيجه. يا جماعه انا اسفه على المنظر البذيء اللي انا ايدي فيه، انا اكتر واحده والله بقرف من الكرش، بس حاجتي يعني في بيتي مش هرميها اكيد يعني. واقول لكم على حاجه ملهاش ريحه، مش عارفه ليه. يمكن عشان غابت من الفريزر، بس انا مش شامه ريحه. انا اصلا سبب غيبانها في الفريزر ان هي ما ان هي انا كنت مش عارفه اعمل فيها ايه، كنت هوديها لواحده نضفها لي، ورجعت قلت يعني هي حته صغيره، هقول للراجل ايه خد نضفها، وانا اصلا عيالي ما بياكلهاش، يعني انا وجوزي بس اللي بناكلها. دي حته لحمه على فكره، مش عارفه ايه حته لحمه. شايفين يا جماعه اهو قدامكم اهو، كرشه اهي ما اتاخدش منها حاجه اهي، ما اتاخدش منها عشان ما تقولوش انت خدتي من الكرشه ومش خدتي من الكرشه، مفيش الكلام ده، كرشه زي ما هي اهي. دي القشره اللي احنا بنكحتها، القشره اللي احنا بنكحتها والله ما لها لازمه اهو، وتنظيف وحك وقرف ملوش لازمه، كانك معاكي ارنب وبتسلخيه. كانت بس معاكم دي عشان مطولش عليكم الفيديو واوريكم النتيجه. لو وصلت لحد هنا حبيبه قلبي حط لايك عشاني. الحته دي كانت عايزه شويه ميه سخنه، بس يلا هنخلعها برضه بامر الله. اهو هي صعبه برضه، مش حاجه سهله، هي عامه مفيش حاجه سهله في الدنيا يعني، الحته دي صعبه قوي مش عارفه ليه. بس بصوا حتى لو جايبه السكينه اهو مش باخد من الكرش. بصوا في ناس تقول لك ايه، لا خساره ومش خساره، يا جماعه ماشي انا معاكم ان هو ممكن يبقى خساره وبتاع، بس اقول لكم على حاجه، يعني انا دلوقتي امسكها ارميها كلها، ولا ممكن لو هستفاد منها، او يعني انتوا قولوا لي في التعليقات اللي انا عملته ده هل ارميها واسكت، ولا ان انا اتصرف واعملها كده وخلاص. ودي حته قرقوشه اهي، اهو يا جماعه. طبعا هي ده الكلام، مش ده الكلام، ده لسه هتتنضف من ورا، كل الحاجات اللي ورا دي انا هوريكم دلوقتي انا هغسلها ازاي. شايفين الحاجات الوحشه دي، هوريكم اهو بالمره قبل ما انضف دي هوريها لكم. شايفين دهون على القلب، دهون على القلب وقرف اهي. احنا عايزين حته الكرشه بيضه اهي، والله العظيم قرف، مين هيرضى ياكل ده؟ يعني هاتي لي حد يرضى ياكل القرف ده. اللي هتقولي بوظتيها اقول لك ما بوظتهاش، انا دي طريقتي، انا باكلش اي دهون لا في اللحمه ولا في الكرشه ولا في اي حاجه، لان انا عندي مشاكل. الحته بقى اللي هي حلوه زي دي معكوكه اهي بالسكينه، شكلي اتعورت يلا مش مشكله، بالسكينه وحكاها اهو اهي يا جماعه، لسه ما اتغسلتش واتعورت اهو. حطوا بقى لايك عشان التعويره دي اهو، ده اللي بناخده من الكرشه والله العظيم. حطوا بقى لايك عشان ايه اكمل بقى الحتت دي وارجع اوريها لكم بقى. شايفين بقى يا حبايب قلب النتيجه، شايفين يا حبايب قد الحلاوه اهو. استنى ما ارفع شويه عشان اوريكم، شايفين صبعي بيحرقني والله العظيم من عشان الكرش عليها ليمون وخل وكده. بصوا
ده كده كمان نص غسل، لسه هتتغسل تاني. غسلتها بملح وليمون وخل. شايفين؟ شايفين اهو، كله اهو اهو اهو. ودي حته لحمه طبعا، دي حته لحمه قرقوشه. شايفين كلها اهو ما شاء الله. دي الكرشه اللي انا كنت يائسه منها. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. شايفين عامله ازاي؟ الله اكبر عليها صراحه. ولا بصوا يعني، انا كنت شايل هم بطريقه غير عاديه. قلت ياه، انا هنضف الكرشه دي؟ لا لا مش معقول، انا هرميها. لا لا، ارميها ليه؟ هي كده كده حته مش كبيره، وانا نضفتها وسلختها كأن كان قدامي ارنب وسلخته. يعني انا بدل ما ارميها سلختها، يعني اكيد هنتصرف. اهو يا حبايبي، وانا عشان عايزه اقول لكم مفيش يأس في الحياه، او حياه مع اليأس. اكيد كل حاجه في الدنيا لها حل. عندي كرشه وغايبه في الفريزر بقالها كتير، شهر شهرين ثلاثه، حتى لو سنه، لا برضو لها حل. ايوه بتبقى جامده، بس برضو لها حل. كل حاجه في الدنيا لها حل. وانا بس عملت الفيديو ده عشان اوريك ان كل حاجه في الدنيا لها حل. واقول لكم ما تنسوش اللايك وفعلوا الجرس، وشيروا الفيديو كده، وقفوا جنب اختكم امان. ويا رب كده ربنا يخليني ليكم ويخليكم ليا، واقدم لكم كل جديد تستفادوا منه ان شاء الله. يلا مع السلامه.